ازيكم؟ انا اسمي جيهان، عندي 60 سنة، عندي ولدين شابين. انا بحب اطبخ وبحب اطبخ لناس بحبهم وبحب ان هم يتبسطوا بالاكل اللي انا بعمله، فلمة اصحابي ولادي اخواتي معايا في الاكل دي حاجة بحبها جدا. وطبعا والدتي الله يرحمها دي كنت بعشق كل انواع المحشي وكل انواع الحلويات اللي بتعملها. يا سلام على ورق العنب وهي بتعمل. بما ان احنا داخلين على رمضان فانا احب اعيد قيمة الكنافة المصرية، دي اكلة مصرية صميمة، والكنافة بالكريمة هي الاصل. اتبهدلت بعد كده وحصل لها حاجات كتير قوي، فاحنا عايزين نرجع لها قيمتها. وانا صغيره كنت بحب اروح لجدتي، احنا فلاحين والمنوفيه مشهوره بالفطير المشلتت، فكنت بعشق ان انا اروح عند جدتي واشوف مراسم عمل الفطير المشلتت، حاجه تانية خالص غير الموجوده. كانت تحسي ان خط انتاج موجود كده في البيت، والستات قاعدين واخدين كل واحده لها مهام، والفرن بيعملوه، وشكل الفطيره وهي بتتعمل. انا نفسي دلوقتي ارجع احاول اعمل الفطير المشلتت اللي كانت جدتي بتعمله، كان خرافي وطعمه لحد دلوقتي انا حاسه بيه في بقي. وامي كانت بتحب طول عمرها تلمنا. بعد كده عشان انا كنت بشتغل، فطبعا ورق العنب ده حاجه تعذيب للمراه العامله، بس هم بيحبوا المسقعه وبيحبوا الرز بالخلطه وبيحبوا الحمام المحشي، حاجات كده كلها مصريه صميمه كده. انا عندي العيله كلها بتعشق صينيه الكنافه اللي انا هعملها النهارده، لدرجه ان انا في شهر رمضان عندي كل يوم صينيه كنافه بتتعمل. وساعات لما بيعزموني في حته بياكدوا عليا هاتي معاكي صينيه الكنافه، ولو مش هتيجي بعد صينيه الكنافه ومش مهم انت. يعني الكنافه اساسها في مصر الدقيق والسكر قشطه واللبن، هو ده الاساس. بعد كده دخل عليها حاجات تانية كتير جدا، يعني الفاطميين هم اللي اخترعوا الكنافه، والفاطميين هم اللي اخترعوا كل الاكلات الحلوه اللي بناكلها في كل مناسباتنا. فراحت بقى فلسطين دخلوا عليها حاجاتهم، الكنافه النابلسيه، راحت تركيا واليونان دخلوا عليها المكسرات، راحت حتت تانية في اوروبا دخلوا عليها بقى جبنه ريكوتا وما اعرفش ايه، انما الاصل الكنافه بتاعتنا دقيق ولبن وسكر، هي دي الكنافه. صدرتها لدبي بمعنى صح، وكل مره بزور ابني هناك بيطلب مني ان انا اعمل له صينيه كنافه، لدرجه ان انا باخد معايا الصينيه بتاعتي اللي بعمل فيها الكنافه، لان انا اتعلمت من امي ان افضل خبيز هو اللي يكون فيه الومنيوم، لان الالومنيوم بتوزع الحراره كويس جدا وبتحافظ على درجه الحراره. فباخد معايا الصينيه، باخد معايا الكنافه، باخد معايا السمنه البلدي، حتى الشربات بعمله هنا واخده معايا جاهز على طول هناك. الحلويات الشرقي لازم سمنه بلدي. انا نفسي ان كل الاجيال الجديده تعرف تعمل الكنافه، خصوصا انها سهله جدا ومش كيمياء وما فيهاش فرصه ان حد يخاف انها تبوظ منه. مش هتخاف اي حد انه يفتح عليها في نص المسافه في الفرن، مش مثلا كيكه هتهبط ولا الكلام ده كله. علشان حد يعمل كنافه وتبوظ منه محتاج مجهود جبار علشان في الاخر انها تبوظ. فنفسي الاجيال الجديده تتعلم تعمل الاكل المصري اللي هو اصوله مصريه، لان هو ده تراثنا. يا ريت كل الناس تعمل صينيه الكنافه بالكريمه في البيت، يعني وبقى اسمي علمت حد حاجه ينتفع بيها بعد كده ونقوم نعملها. نعمل الكنافه بقى، وكل سنه وانتم طيبين. اول حاجه لما نيجي نشتري الكنافه لازم تكون لون الكنافه ابيض حلو، ما يكونش غامق. في ممكن نجيب الكنافه من مخابز كتير قوي بيعملوها فريش، وفي انواع كتير قوي بتتباع فروزن. انا شخصيا بفضل الفروزن، لو شفتوا الشعره قد ايه ناعمه هتحسوا بالفرق ده. ولازم تكون الكنافه عشان تبقى ناجحه دقيق كويس نظيف ومتقطعه صغير جدا، اهي بص عامله ازاي زي الشعر، فتافيت صغيره. وعلشان اوصلها ان انا اقطعها كده سهل جدا ان انا اروح احطها الاول في الفريزر اجمدها، لان لما بتتجمد بتعامل معاها زي قالب التوست. خلاص وهي مجمده بحطها على لوح التقطيع وبقطعها بالسكينه ترانشات رفيعه زي التوست، فاوتوماتيكلي بتروح مطلعه لي الكنافه دي. بحطها في صينيه مقاس 28، لو انا هجيب نص كيلو من عند المخبز، النص كيلو 500 جرام بيتحط في صينيه مقاس 30. طيب الكنافه بنحتاج لها لبن، عاده كوبايه وشويه. احنا الجيل القديم اتعودنا نطبخ بالبركه، بالحس كده، احساس دي جامده دي طريه ممكن ازودها، ودي حاجات ممكن نلقطها مع الخبره. هتحسي حاجات الحدقه ازاي تدلعيها، السميكه ازاي تخففيها شويه جوز هند ناعم مبشور، دقيق معلقتين 3 حسب ما نحتاج. عشان نعمل الحشو طبعا اهم حاجه المستكه. هنبتدي ان احنا اول حاجه نبتديها نروح مشغلين الفرن عشان لازم يكون سخن، وناخد نعمل الحشو. باخد معلقتين كبار سمنه بلدي بحطهم على النار، وبحط معاهم المستكه حوالي ربع معلقه صغيره، يعني يطلعوا 6-7 فصوص، مقدار ربع، لان طعم المستكه هو اللي بيعمل الفرق. بنحطهم يسيحوا مع السمنه. مهم جدا ان السمنه تسيح وتسخن كويس قوي، لان دي اللي هنسوي فيها الدقيق. الدقيق ده هو الماده اللي هيخلي
اللبن يتخن ويتحول الى كريمه نحشي بيها. فمهم انها تسيح كويس قوي. وليه حاطين سمنه كتير؟ عشان الدقيق كله يستوي جوه. يعني رمضان زمان احنا ما كانش قدامنا غير في التلفزيون غير قناتين اتنين، هما مسلسلين اتنين، واحد بيجي على القناه الاولى واحد بيجي على القناه الثانيه، وطبق اليوم بيجي الصبحيه وكلنا نقعد الساعه 12 الظهر نستنى طبق اليوم ده طبق رمضان ونقعد نكتب وراهم، وتلاقينا تاني يوم الصبح بدري نروح نشتري المكونات ونعملها. كان هو مسلسل واحد وتلاقي الدنيا ساكته لان كل الناس هي بتتفرج على نفس الشيء، نفس المسلسل، نفس الطبخه، نفس كل حاجه. انما دلوقتي في عندك 7000 مسلسل و7000 قناه. لا الدنيا كانت ابسط بكتير جدا زمان. ده غير بقى اجراءات السحور. يعني انا افتكر ماما لما كانت تقعد تصحينا قبل الفجر عشان نقعد نتسحر، لها طقوس كده. زمان كان في حميميه اكتر. السمنه ساحت كده، نحط دقيق. طب هنحط دقيق قد ايه؟ هاخد معلقه كبيره جبل كده، ادي واحد، ادي اتنين، وممكن اخد نص معلقه كمان، ونسويه بقى نتاكد انه كله متغطي بالسمنه ويستوي. نبتدي نضيف اللبن بتاعنا. انا ابتدي بكوبايه ونشوف كويس ولا لا، هيحتاج ازود لبن تاني لو لقيته تخين معايا، ولا هكتفي بالشويه اللي انا حطيتهم دول. واهم حاجه فيه ان انا لازم اقلب باستمرار عشان الدقيق ما يكلكعش في قعر الحله. الاقي بنت اختي بتكلمني وتقول لي يعني البشاميل تخن مني قوي، البشاميل عمل لي كلاكيع. لا، هو نقعد نقلب 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 بيبقى ناعم كده زي الزبده. شايفين حلو ازاي؟ خلاص احنا كده عملنا الحشو، وادي كنافتنا جاهزه فرفتناها وكل حاجه. صينيه حبيبه قلبي الالمنيوم دي كوبايه سمنه، وزي ما قلنا كوبايه سمنه بلدي. هروح حاطه نص كوبايه السمنه وابتدي احط نص كميه الكنافه. ادي كميه الكنافه، ما بقعدش اوزن بقى، بالنظر كده. ادي ببتدي اوزعها كده. اعتقد النص. السمنه اللي حطيناها في القعر دي هي هتتغلغل كل الكنافه. اهي نقلب كده، ندور الصينيه بايدينا. ناخد بقى الحشو بتاعنا ده عشان نحطه هنا على الكنافه. ادي اهي، ما تخافوش ان هو سميك كده، لا، نبتدي نوزعه كده اهو اهو. واهم حاجه نسيب داير ما يدور الصينيه حوالي سنتيمتر كده فاضي ما فيهوش حشو. ليه؟ لان الكنافه لما بتستوي بتكش يا اخوانا، فلما بتكش انا مش عايزه الحشو يوصل لحافه الصينيه فيلزق. فانا بسيب حوالي سنتي من عند الكنافه من داير ما يدور كده ما فيهوش حشو. فردنا كريمه الحشو، هنرش رشه جوز هند ناعم. جوز هند كمان بيخلي الطعم واضح وحلو. قد ايه بنرش جوز هند؟ كل دي مساله اذواق. في ناس بتحب جوز هند كتير وفي ناس بتحب جوز هند قليل. بنرشرشه كده. خلصنا طبقه الحشو في النص، نحط الطبقه الاخرانيه اللي هي بقيه الكنافه اللي عندنا. نبتدي نحط من عند الحواف، علشان فاكرين احنا قلنا سايبين حوالي سنتيمتر كده داير ما يدور عشان نملاه. وما تخافوش ان في حته عاليه وفي حته واطيه، لا، خلاص حطينا في الحواف ندلق بقى خلاص كده اهو. نبتدي بقى نشتغل بايدينا. معلش احنا كلنا اتعودنا في بيوتنا نشتغل بايدينا. ونبتدي نساوي الكنافه، نسقسقها بقى. وانا قصده ان انا استخدم لفظ السقسقه. بتمسكي كده بقى بنسقسق، نقعد بقى النص التاني من الكوبايه نسقسقه داير ما يدور صينيه الكنافه. يا سلام، ريحه السمنه بلدي على فكره. برضو البلدي يوكل اللي قال كده ما غلطش. كده الصينيه بتاعتنا جاهزه انها تدخل الفرن. نحط بقى صينيتنا جوه الفرن. الفرن سخن، مولعينه من شويه في الرف الوسطاني. بتاخد حوالي ساعه تقريبا. وميزه الكنافه ان انا ممكن في النص في اي لحظه اروح فاتحه ابص عليها. هنسقيها ايميديتلي اول ما تطلع من الفرن. نسقيها. سامعين التش دي؟ بتشرب الشربات. اتاكد انها كل جزء فيها وصل له الشربات. ادي كنافه شربت العسل كويس قوي. هنقلبها. تمام. بنجيب صينيه او طبق اكبر من الصينيه شويه، ونمسك كده بايدينا الاتنين من فوق وتحت، وهوب وفليب، تك نزلت. ادي صينيه الكنافه بتاعتنا اهي. يا سلام. نقطع بقى. كنافه على فكره بتتقطع مربعات مش مثلثات، دي مش تورته يا اخوانا. نقطع كده. سامعين القرمشه؟ سامع التك دي؟ يا سلام.
مزيكا. يلا ندوق بقى. ادي الكنافه عملتها لكم كلها بكل تفاصيلها وتركاتها، وبرده هتيجوا تاكلوها من ايديا عندي مستنياكم.